بيبدأ المسلسل مع بنت جميلة اسمها سارة، واللي بنعرف إنها شغالة في ترميم اللوحات ودايما بتركز في أدق التفاصيل. وبعد ما بتخلص شغلها بترجع البيت على العجلة بتاعتها، وفي الطريق كانت هتخبط طفلة صغيرة، بس ده لأن الطفلة كانت بتحاول تنقذ فراشة. فسارة بتطمن على الطفلة دي وبتتأكد إنها كويسة، لكن في اللحظة دي والد الطفلة بيوصل وبياخد بنته وبيمشي، وسارة بترجع البيت وجوزها بيعرفها إن واحد من المستثمرين في المكان اللي هو شغال فيه جاي يتعشى معاهم النهاردة، وإنهم لازم ما يتريقوش عليه ولا يضايقوه علشان ترقيته في الشغل. وفي نفس اليوم جارتهم بتيجي تقعد معاهم كنوع من أنواع الترفيه عن الضيوف الموجودين، والضيف بيرحب بيهم. لكن سارة بتلاحظ إن المستثمر مش بيحب يتعامل مع الناس السوداء. سارة بتحط الأكل، والمستثمر طول الوقت بيتكلم عن إن في حرب أهلية هتحصل، وإنه مجهز أسلحة في المخزن بتاعه ومستعد لأي حاجة. وفجأة بعد لحظات بيحصل انفجار في البيت المجاور وبيأثر عليهم وبيدمر البيت، والعشاء كله بيبوظ. وجارتهم بتخرج بسرعة تطمن على أولادها، وبتلاقي إن الشرطة أنقذتهم من الانفجار. لكن سارة بتلاحظ إن الإسعاف بتنقل طفلة صغيرة من المكان بنفس مواصفات الطفلة اللي قابلتها قبل كده. وبنشوف شخص غريب موجود في المكان لكنه بيختفي فجأة أول ما بتاخد بالها منه. فتاني يوم زوي بتروح لجوزها المحقق في مكتبه وبتعرفه إن الديون عليهم بقت متراكمة جدا، وبيبان إن جوزها جو مش شغال من فترة، وفي مكتب مساعد وزير الدفاع بيكون مستني يسمع خبر موت شخص معين في الانفجار اللي حصل. لكن حمزة المساعد بتاعه بيوصل وبيقوله إن الخطة ما نجحتش، وإن في شخص قدر يهرب من الانفجار. مساعد وزير الدفاع بيغضب وبيقول إن فكرة تفجير البيت كانت فاشلة جدا، وإنه مش هيسمح بأي أخطاء تاني. وبعد كده بنشوف سارة وهي راجعة البيت بتعدي على البيت اللي انفجر وبتبص عليه، وبعدها بيجي ابن جارتها وبيسيب لها رسمة علشان توصلها للبنت الصغيرة دانيا. الأولاد بيبقوا متجمعين وعايزين يعرفوا حالة صاحبتهم دانيا، وسارة بتتفق معاهم إنها هتروح المستشفى اللي البنت فيها وتطمنهم عليها أول ما تعرف. لما سارة بتوصل للاستقبال وتسأل عن دانيا، الموظفة بتعطلها شوية وبتكلم حد تاني في التليفون، وبعدها بيجي واحد من الموظفين وبيقول لسارة إن البنت بخير بس الزيارات ممنوعة دلوقتي، وبيطلبوا من سارة إنها تمشي من المكان. لكن قبل ما تخرج بتقابل نفس المستثمر اللي شغال مع جوزها وبتطلب منه يساعدها في البحث عن الطفلة اللي اتصابت في الانفجار، وهو بيوافق. وفي نفس الوقت مساعد وزير الدفاع بيكون قاعد مع حمزة وبيسأله يعملوا إيه في موضوع الطفلة، لكن حمزة بيقول له يتصرف وينقلها لمكان تاني محدش يسأل عنها فيه. وسارة بتقضي وقتها بعدها في محاولة تفهم أسباب الحادثة اللي حصلت، وبتكتشف إن الحكومة ما قدمتش أي تفسير واضح. وكمان بتلاحظ إن الصور اللي اتنشرت في الأخبار اتغيرت، وهنا بتبدأ تشك إن في سر غامض ورا الموضوع. وبتراجع الصور بنفسها وبتلاقي دليل واضح على التلاعب في الصور اللي ظهرت في الإعلام. وتاني يوم بترجع المستشفى وبتسأل على حالة البنت مرة تانية، لكن إدارة المستشفى بترفض وبتقول إن الملف ده سري جدا. وبعدها بيوصل المحقق وبيطلب من سارة إنها تمشي، وسارة وهي ماشية ما بتاخدش بالها إن في عربية كانت بتراقبها، وفي طريقها بتشوف مكتب تحقيقات خاص بتدخل علشان تعين محقق خاص للقضية، بس بتلاقي المكتب قديم ومليان تراب. وبعد شوية بتوصل زوي قبل جوزها وبتستقبل سارة وبترحب بيها. سارة بتدخل تقعد مع جو وبتعرض عليه القضية وبتحكي له عن الصورة اللي لقتها، وإن في احتمال إن المستثمر اللي جوزها شغال معاه يكون له علاقة باختفاء البنت. وبتقول له كمان إنها عايزة تساعد الطفلة لأنها بقت يتيمة، وجو بيوافق يساعدها. وفي نفس الوقت بيجي اتصال لحمزة إن سارة طلبت دعم من محقق خاص، فحمزة بيأمر إن الموضوع ده يتقفل بسرعة، وإن الطفلة دانيا تتنقل من المستشفى فورا قبل ما أي حد يكتشف أي حاجة. وبنشوف بعد ما عمال التركيب الإزاز بيمشوا من عند سارة بتلاحظ إن في عربية كانت واقفة وبتراقبها. وفي نفس الوقت زوي بتتكلم مع جو وبتعرف منه إنه قرر يشتغل على قضية سارة ويحاول يوصل لحل. ولما سارة بترجع البيت بتتفاجئ إن المستثمر موجود علشان يقابل جوزها، وسارة بتسأل عن حالة البنت لكنه بينكر إنه يعرف أي حاجة، وبيطلب منها تبعد عن الموضوع ده على طول علشان مصلحتها ومصلحة جوزها. وبعدها بيمشي من البيت، وجوز سارة بيبقى مش فاهم إيه اللي بيحصل. وفي الوقت ده جو بيكون قاعد في الحانة وبيحاول يجمع معلومات من الممرضين اللي موجودين هناك. وبعد ما الليلة بتخلص بيتصل بسارة وبيقول لها إن الطفلة دانيا هتتنقل النهاردة من المستشفى لمكان محدش يعرفه.
وسارة بتتحرك بسرعة وبتسيب رسالة لجوزها وبتقول إنها هتبقى عند جارتها، وبتخرج من البيت على طول. وبتوصل سارة للمستشفى وبتلاقي إن الشخص الغريب ده كان سبقها على المكان، وبتفضل تراقبه طول الوقت، وبتلاحظ إن في شخص تاني كمان موجود هناك. فسارة بتفضل معاهم لحد غرفة البنت، لكن طاقم التمريض بيرفض يدخلها. فبتقرر سارة تضغط زرار الحريق علشان تخلي المبنى ويبقى فاضي، بس الممرضين بياخدوا سارة معاهم وهي خارجة، ومش بتلحق توصل للبنت. وبعدها بيجي واحد من الموظفين في مكتب الوزارة وبيطلب من المساعدة بتاعته ومن الطفلة دانيا إنهم يمشوا معاه، وبيخرجوا من المستشفى. وسارة بتشوفهم وهم راكبين العربية وبتحاول تلحقهم بعجلتها، لكن فجأة بيظهر الشخص اللي كان بيراقبها من فترة وبيزقها وبتقع من على العجلة، وبعدين بيختفي. وبعد شوية المستثمر بيوصل وبيلاقي سارة موجودة، وبيقول إنه كان في المستشفى علشان مراته كانت حامل. وسارة بتسيب المكان وبترجع بسرعة على بيت المحقق جو علشان تحكي له كل المعلومات اللي عندها، لكنها بتتصدم لما بتلاقيه مقتول. والخبر بيوصل لزوي تاني يوم وبتنهار من الصدمة، وبتروح قسم الشرطة علشان تتعرف على الجثة. وهناك بتعرف إن الشرطة معتقدة إن جو جوزها انتحر، بس هي بتنكر الكلام ده تماما، وبتأكد إن عمره ما كان عنده أي ميول انتحارية. في نفس الوقت زوي بتلاحظ إن سارة موجودة برضه في قسم الشرطة، وبتسأل المحقق وبتعرف إن هي اللي لقت جثة جو، وإنها موجودة كشاهدة على الحادث. وطول الطريق جوز سارة بيبقى متضايق منها علشان تدخلها في تحقيقات الشرطة. وزوي بتدخل المشرحة وبتشوف جثة جوزها، وبتتأكد إن اللي حصل مش انتحار وإن في قاتل ورا الموضوع ده. وبعدها بترجع زوي البيت وبتلاقي إن جوزها كان سايب رسالة لسارة قبل ما يموت. وسارة بتلاقي في الرسالة إن جوزها طالب منها تودي الوشاح بتاعها للمغسلة علشان عليه دم من حادثة جو. وسارة بتخرج، لكن وهي في الطريق بتعدي على مكتب جو مرة تانية، وبتدخل المكتب وبتتفاجئ بوجود شخص غريب هناك. الشخص ده بيقول لها إنه موظف حكومي، لكن سارة بتحس بخوف منه وبتشك فيه، وبيطلب منها تبعد عن التحقيق علشان ما تتأذيش، وبيديها الشنطة بتاعتها وبيسيبها وبيمشي. في نفس الوقت زوي بتروح لمدرس سارة من أيام الجامعة علشان تسأل عنها وتتحرى وتتأكد إن مش هي اللي قتلت جوزها. المدرس بيقول لها إن سارة من أيام الجامعة كان عندها ميول انتحارية، لكنها في نفس الوقت كانت ذكية جدا. زوي بتكمل بحثها في المنطقة وبتكتشف إن واحد من الجيران عنده مشكلة في الغاز اللي واصل للبيت، وبيقول إن الحكومة قطعت الغاز الطبيعي عن المنطقة كلها من فترة كبيرة. والمعلومة دي بتخلي زوي تشك أكتر إن في علاقة بين الانفجار وموت جو، وخصوصا إن الأخبار كانت كاتبة إن سبب الانفجار هو الغاز. وسارة وهي راجعة في الطريق للبيت مع جارتها بتبقى مصدومة من كل اللي بيحصل حواليها، والجارة بتحاول تهديها وتخفف عنها طول السكة. وهم ماشيين سارة بتشوف بنت صغيرة مع والدتها شبه البنت اللي شافتها قبل كده، وبتستغرب لأنها كانت فاكرة إن دي دانيا وإنها محتاجة إنقاذ. وفي اللحظة دي سارة بتحس إنها كانت متسرعة وغلطانة، وإنها بلغت في الموضوع، وإن يمكن كل اللي حواليها كان عندهم حق. وسارة بترجع للبيت وهي في حالة اكتئاب. وفي نفس الوقت حمزة بيوصل ومعاه المساعد بتاعه للمكان اللي فيه دانيا. القاتل اللي حمزة بيستخدمه علشان ينفذ أهداف الوزارة بيقترح عليهم يستخدموا الطفلة كطعم علشان يمسكوا الهدف بتاعهم، لكن حمزة بيرفض الفكرة دي. وزوي بتتواصل مع سارة مرة تانية وبتحاول تقنعها إن مقتل جوزها جو ليه علاقة مباشرة بالتحقيق اللي كانت طالبة منه يعمله بخصوص دانيا، لكن سارة بتكون خلاص استسلمت. وبتقول كمان إن البنت اللي شافتها كانت مجرد شبه الطفلة مش أكتر، وإنها عايزة تسيب الموضوع ده للشرطة. ساعتها زوي بتسيب لها رسالة كان جو سايبها لسارة قبل ما يموت. وفي الوقت ده الشخص الغامض بيكون بيراقب بيت سارة وبيشوف زوي وهي داخلة عندها وبتدخل الحمام. وزوي بتلاحظ إن أكرة الباب بايظة. وبعد ما بتمشي من البيت سارة تاني يوم بتدور في موبايل جوزها على الصورة اللي فيها الشخص الغامض اللي كان بيراقبها، وجوز سارة بيبدأ يحس إنها بقت مهووسة بالموضوع زيادة عن اللزوم. وسارة بتحاول تقنعه إنها بس عايزة تساعد الطفلة اللي اتخطفت لأنها بقت من غير أهل وحياتها ممكن تكون في خطر، لكن جوزها مش بيهتم بالكلام ده وبيقول إنه رايح الشغل. وسارة بتلاحظ بعد كده إن على الوشاح بتاعها آثار دم، فبتروح للشرطة وبتبلغ المحقق إن الوشاح بتاعها متلوث بالدم من مقبض الباب، وإن لو جو كان انتحر فعلا الدم ما كانش هيبقى على وشاحها بالشكل ده. بعدها بيجي اتصال للقاتل من حمزة وبيعرفوا إن الشرطة فتحت التحقيق تاني
تاني في مقتل جو من جديد بعد ما ظهر الدليل على إنها جريمة قتل، وبيطلب منه يقتل سارة لأنها بقت تعمل مشاكل. وبترجع سارة لبيتها لكن بتحس إن في حاجة غريبة، وبتلاحظ إن قفل شباك البيت مكسور، وسارة بتخاف وبتخرج من البيت بسرعة وبتهرب. لكن في الطريق بتقابل جارتها وجوزها وبتحكي لهم إنها قلقانة وحاسة إن في حد دخل بيتها، وجارتها بتقترح إنهم يدخلوا معاها البيت علشان يطمنوها. وبيدخلوا كلهم مع سارة، وسارة بتبدأ تطمن لما تلاقي إن الدنيا هادية، لكن جوز جارتها بيأكد لها إن كل الشبابيك مقفولة كويس ومفيش فيها أي مشكلة، وبيقعد معاها شوية في البيت لحد ما جوز سارة بيرجع من الشغل. خلال القعدة دي سارة بتحكي لهم عن جو وإنه مات تاني يوم بعد ما بدأ يحقق في القضية. وجوز جارتها بيلاقي رسالة كان سايبها جو وبيديها لسارة علشان تفتحها، وهو سامعها وهي بتقرا الرسالة بيعرف إن جو كان ناوي يسيب القضية، لكن في الآخر ساب جملة غامضة جدا وطلب منها تدور على أسماء الضحايا اللي ماتوا وقت الانفجار. وفجأة بياخد الرسالة منها وبيرميها، وبيعترف لسارة إن هو اللي قتل جو وزور موته على إنه انتحار، وبعدين بيهجم عليها علشان يقتلها. وفي اللحظة دي بيتدخل شخص فجأة وبينقذ سارة، وبيطلع هو نفس الشخص الغامض اللي كان بيراقبها قبل كده. بعد كده بيبدأ ينظف آثار الدم وكل اللي اتكسر في الشقة، وبيقطع جثة القاتل وبيرجع كل حاجة مكانها كأن ما حصلش حاجة. وتاني يوم زوي بترجع مكتب جوزها وبتحس إن في حاجة غلط، فبتراقب المحل اللي قدام المكتب وبتطلب من صاحب المحل يوريها تسجيلات الكاميرات. ولما بتشوف التسجيل يوم الحادثة بتلاحظ إن في شخص غريب كان آخر واحد دخل عند جوزها، وبتفضل تتابع التسجيل لحد ما وشه بيظهر وبتتعرف عليه. وبعدها زوي بتتسلل لبيت سارة وبتلاحظ إن ريحة البيت غريبة، وكمان مقبض باب الحمام متصلح. وفي الوقت ده بتوصل جارة سارة وبتتفاجئ إن زوي هي اللي جوه البيت، وبتفتح لها الباب. وزوي بتتكلم مع جارة سارة علشان تعرف مكانها لأنها بتبقى قلقانة عليها، والجارة بتقول لها إن جوز سارة مرجعش بقاله يومين علشان مشغول. فزوي بتطلب منها تروح معاها بيتها علشان يقعدوا ويتكلموا شوية. وخلال الكلام زوي بتعرف إن روفوس كان حبيبها وإنها اتعرفت عليه من فترة قريبة، وإنه كان رافض أي حد يصوره، بس في صورة واحدة هي خدتها له في السر. وأول ما زوي بتشوف الصورة بتفهم كل حاجة. في نفس الوقت الشخص اللي خطف سارة بيقف بالعربية في الغابة، ولما بينزل وبيفتح الباب علشان يتكلم معاها سارة بتهجم عليه وبتحاول تهرب، لكنه بيهددها إنه هيقتلها لو حاولت. وبعدها الشخص ده بيعرف نفسه وبيقول إنه مش عايز منها فدية ولا أي حاجة، وبيعرض عليها خيارين: يا إما تفضل معاه علشان يحميها، يا إما يرجعها بيتها. سارة بتختار إنها تكمل مع الطريق، وبيطلع إن اسمه داوني. وفي نفس الوقت مساعد وزير الدفاع بيعرف من حمزة إن القاتل اللي كان بعته علشان يقتل سارة اختفى، وكمان سارة نفسها اختفت. مساعد الوزير بيأمر حمزة إن إيموس كارين ما يشتغلش على القضية تاني، لكن حمزة بيبقى قلقان من إيموس لأنه قاتل محترف. وإيموس بيوصل لجثة أخوه روفس وبيحط هدف في دماغه إنه يقتل داوني وينتقم لأخوه. وفي الوقت ده سارة بتخطف المسدس من داوني وبتهدده إنه يقول لها كل حاجة. داوني بيخوفها وبيقول لها إنها لو قتلته مش هتعرف تتعامل مع الفوضى اللي هتحصل بعد كده، وبيوضح لها إنه كان بيراقب دانيا علشان يحميها من الناس اللي عايزين يأذوها. وسارة بتحاول تعرف مين الناس دول، لكن داوني بيرفض يقول أي تفاصيل، فبتسكت وبترجع له المسدس. وزوي بتحاول تتواصل مع المحقق وتقنعه إن القضية أكبر بكتير، وإن موت جو كان بسبب التحقيق اللي كان شغال عليه، وإن الانفجار له علاقة بالموضوع كله. لكن المحقق ما بيصدقهاش وبيمشي. وإيموس بيوصل مبنى الحكومة وبيطلع على مكتب حمزة، لكن حمزة بيفاجئه إن المكتب استغنى عن خدماته. وإيموس بيهجم عليه وبيهدده إنه بعد ما يقتل داوني هيرجع ويقتله هو كمان. وفي نفس الوقت زوي بتراقب جوز سارة في الشغل وبتكتشف إنه بيخونها مع السكرتيرة، وزوي بتروح له في الشغل وبتحاول تعرف منه أي معلومة عن سارة، لكنه بيقول إنه ما يعرفش عنها أي حاجة. فزوي بتمشي بعد ما بتهدده بالصور اللي معاها. وسارة وداوني بيقفوا عند محطة بنزين، وسارة بتتنكر وبتدخل المكان وبتحاول تلاقي أي مخرج، فبتسرق تليفون من واحدة من الزباين وبتدخل الحمام وبتحاول تكلم جوزها، لكنه بيرد وسارة ما بتتكلمش. وجوزها بيسيب التليفون مفتوح وهو بيتكلم مع السكرتيرة، وسارة بتسمع المكالمة وبتعرف بعلاقته معاها، فبتطلع من الحمام وبتقرر تكمل الطريق مع داوني. ومساعد وزير الدفاع بيتقابل مع الدكتور المسؤول عن تشريح الجثث، وبيعرف منه إن والدة دانيا ماتت بسبب الانفجار. بعدها مساعد الوزير بيسأله عن الشخص اللي هرب من الانفجار واللي هو
داوني، وفي الوقت ده بتوصل الوزيرة الجديدة للمكان وبتكون شاكة في المساعد القديم لأنه باين عليه إنه عارف كل حاجة. وزوي بتروح المشرحة وبتحاول تخدع الموظف علشان تعرف أسماء الضحايا الانفجار، وكمان بتطلب تشوف جثة جوزها. والموظف بيخرج دقيقة، فزوي بتستغل الفرصة وبتفتح الدرج الخاص بوالدة دانيا وبتتفاجئ إن الدرج فاضي، فبترجع تاني للموظف وبتشكره. وإيموس بيراجع كاميرات المراقبة في الطريق اللي داوني هرب منه بس ما بيلاقيش أي دليل، فبيتصل على رقم أخوه. وداوني بيلاحظ إن في رقم غريب بيتصل على تليفونه لكنه ما بيردش لأنه مش مستعد. وهم في الطريق سارة بتاخد بالها إن في آثار حروق على دراع داوني، وزوي بترجع تاني لموظف المشرحة وبتسأله عن الجثث المجهولة اللي كانت في الانفجار. والموظف بيراجع كل المعلومات اللي عنده وبيطلع اسم الضحية وبيكون اسمه تومي سيلينجتون، وبيطلع إنه كان واحد من فريق عسكري. وزوي بتلاحظ إن في شخص تاني ضمن نفس الفريق هي تعرفه واللي هو داوني. وسارة وداوني بيوصلوا لفندق علشان يرتاحوا فيه شوية، وفي نفس الوقت إيموس بيوصل للبيت اللي فيه دانيا وبيسلمها لعبة على شكل دمية كان شاريها لها. بيلاقي إن في 2 حرس كمان موجودين مع دانيا علشان حمايتها، وإيموس بيسيب الدمية وبيمشي من غير ما حد يشك في حاجة، مع إن الدمية في الحقيقة كان جواها جهاز تتبع. وسارة بتلاقي معاها كارت زوي وبتحاول تتواصل معاها، لكن زوي في الوقت ده بنعرف إنها مشغولة وما بتردش. في نفس الوقت زوي بتسيب ملف خطير لوالد جو وبتوصيه إن لو اختفت فجأة يسلم الملف للرقم المكتوب قدامه. وبتلاقي سارة تليفون زوي بيرن تاني وبيكون داوني داخل الحمام. سارة بتحكي لزوي كل اللي حصل معاها وإن روفوس حاول يقتلها وإن داوني كمان أنقذها وقتله. فزوي بتبعت لها صورة وبتطلب منها تحاول تتأكد من هوية داوني، وسارة بتأكد لها إن داوني هو الشخص اللي في الصورة. فزوي بتطلب من سارة إنها تجمع أي معلومات ممكنة عن داوني بسرعة. في اللحظة دي داوني بيرجع من الحمام فجأة وبياخد التليفون من إيد سارة، وحالته الصحية بتسوء بسرعة جدا وبيطلب منها الدواء اللي موجود في هدومه. وسارة بتعرف اسم العلاج لكن داوني بيرفض يشرح أي حاجة تخصه. فسارة بتلاحظ إنه مش مركز مع السلاح اللي معاه وبتبدأ تفكر إزاي ممكن تستغل الوضع ده. في نفس الوقت حمزة بيجهز المكان الجديد اللي هيتم نقل دانيا ليه، وبيطلب من مساعده يظبط المكان كويس علشان الطفلة ما تحسش إنها مخطوفة. المكان ده بيكون على جزيرة مهجورة. وتاني يوم سارة بتنزل الريسبشن وبتلاقي مكتب الاستقبال مفتوح، فبتدخل وتفتح الكمبيوتر وبتحاول تبحث عن اسم العلاج اللي داوني بياخده، لكن بتتفاجئ ان الموقع فاضي. فموظف الاستقبال بيجي وسارة بتخرج، وزوي بتحاول تقنع المحقق مرة تانية انها على حق، والمرة دي بيصدقها وبيديها ملف فيه تقرير تشريح الجثث المجهولة اللي كانت في الانفجار. وزوي بتلاقي اسم دكتور التشريح واسمه رايت وبتقرر انها لازم تزوره. وفي الوقت ده بيتم نقل دانيا وباقي المجموعة بالطيارة، ومحدش بياخد باله من الدمية اللي مع دانيا. وإيموس بيقدر يحدد مكانهم عن طريق جهاز التتبع، وكمان صديقته بتكلمه وبتقوله ان في حد بحث عن الموقع المزيف اللي هو عامله، وبتقدر من خلاله تحدد الموقع الحقيقي لداوني. وبعدها إيموس بيتصل بالفندق اللي نازله فيه سارة وبيعرف العنوان بالظبط ورقم الأوضة. وداوني بيشرح لسارة اللي حصل حواليهم وبيقول لها ان الانفجار كان الهدف منه يقتلوه هو واخوه ومراته وبنتهم دانيا. وسارة بتنزل تاني علشان الفطار، لكنها بتاخد بالها ان إيموس وصل الفندق ومتنكر في لبس عامل توصيل. وسارة بتطلب من موظف الفندق يعطله وبتخدعه وبتقوله ان إيموس ده حبيبها السابق ومش عايزاه يعرف انها موجودة في المكان. الموظف بيروح يحاول يعطل إيموس لكن إيموس بيضربه وبيفقده الوعي. وسارة بترجع بسرعة للأوضة وبتحذر داوني انهم لازم يهربوا فورا. وإيموس بيوصل للأوضة لكنه بيلاقيها فاضية لان سارة وداوني كانوا هربوا بالفعل. وفي نفس الوقت زوي بتوصل لعيادة الدكتور رايت، ولما ما بتقدرش تقابله بتفكر في خطة ذكية. بتقول لموظف الاستقبال ان في مجرم بيحاول يقتحم عربية الدكتور، واول ما الدكتور والموظفة بيخرجوا زوي بتطلع مكتبه بسرعة وبتسرق اللابتوب بتاعه. وحمزة بيعين 2 قتلة علشان يخلصوا على إيموس، والدكتور بيتصل بمساعد وزير الدفاع وبيبلغه ان جهازه اتسرق. وساعتها بيحس ان كل خطته بقت في خطر، ومجموعة من القتلة بتوصل بيت إيموس وبيحاولوا انهم يقتلوه لكنه بيقاومهم قبل ما واحد منهم يخدره. وإيموس بيقدر يخدره هو وبيقضي على باقي القتلة اللي هجموا عليه. وبعدها بياخد أسلحتهم وبيغرق البيت بالبنزين وبيولع المكان كله. ولما زوي بترجع البيت بتتفاجئ ان في حد اقتحم بيتها وسايب لها رسالة خطيرة جدا بتقول انها لازم توقف تحرياتها فورا. وسارة بتشجع داوني انه يتصل على الرقم الغريب اللي كان بيرن عليهم من الاول لكنه ما بيردش عليهم في البداية. وفي نفس الوقت زوي بتتفاجئ بعالم المشرحة وهو بيجي لها البيت وبيقول لها انه عايز يتعاون معاها في التحقيقات اللي بتعملها. وفي الوقت ده بتوصل رسالة من تليفون المجرمين
بيرجعين لحمزة وبيفتكر ان ايموس مات، فبيحس براحة كبيرة انه خلص منه. زوي بتنجح انها توصل للملفات السرية اللي على جهاز الدكتور رايت، وبتلاقي صور لعمليات حرق كتير، لكنها مش فاهمة بالظبط ايه اللي بيحصل، غير ان الدكتور كان حريص جدا ان الصور دي ما تتنشرش. وحمزة بيتصل بالمدير بتاعه وبيبلغه ان سارة وداوني لسه بيتعاونوا مع بعض وان ايموس مات. لكن في نفس الوقت مساعد وزير الدفاع بيتفاجئ ان العربية بتتقفل عليه، وبيكتشف ان ايموس لسه عايش. ومساعد الوزير بيترجاه وبيسأله يسيبه يعيش، لكن ايموس بيحط شروط وبيطلب جواز سفر جديد ومبلغ فلوس اكبر. وبعدها ايموس بيتصل على داوني وبيقوله ان الطفلة دانية معاه وانه مش هيأذيها ولو داوني سلم نفسه. وداوني بياخد قرار انه يزور اخته الاول قبل ما يقابل ايموس، وبيمشي مسافة طويلة جدا وبيتأكد ان مفيش حد بيتتبعه. وزوي بترجع تاني لمكتب الدكتور رايت وبتدخل تعمل معاه اجتماع خاص، وبتقول انها وصلت للصور اللي على جهازه وانها عرفت مكان سارة، وكمان بتعرفه ان داوني واحد من الناس اللي اتعملت عليهم تجارب السلاح الجديد. ساعتها رايت بيقول لها على المكان اللي كانوا بينفذوا فيه التجارب، لكنه بيرفض يقول اسمه مساعد الوزير، وبيخبي ان هو المسؤول الحقيقي عن المشروع. وداوني بيوصل لبيت اخته لكنه بيكون متردد في الاول لانها فاكره انه مات من زمان. وساره بتدخل الاول وبتخبط على الباب وبتمهد لها الموضوع، وبعدها داوني بيدخل وبيحكي لها انه بيدور على بنت صاحبة دانيا، وان هو واصحابه كانوا بيتعمل عليهم تجارب من الحكومه من غير ما يعرفوا. وبيطلب من اخته إيلا انها تربي دانيا لو حصل له اي حاجه، وبعدها بياخد عربيته وبيمشي. وفي نفس الوقت زوي بتنجح انها تفك تشفير ملفات جديده، ولما بتشوف الفيديوهات بتتصدم لانها بتكون تسجيلات لتجارب السلاح الكيميائي الجديد اللي كان بيحرق الجنود. وبتشوف ان اللي فضلوا عايشين كانوا بيتعاملوا معاهم زي الفئران وبيجربوا عليهم ادويه كتير، وان داوني وتومي هما الوحيدين اللي قدروا يهربوا. وساره بتسال ازاي داوني نجا من الانفجار، وداوني بيقول لها انه في اليوم ده اتخانق مع تومي وخرج يشم شويه هوا، وبعدها البيت انفجر. وبعدها الدكتور رايت بيرجع بيته وهو حاسس ان في حاجه مش طبيعيه، وفجاه ايموس بيظهر وبيوقعه من على السلم، وبيموت الدكتور اللي كان الشاهد الوحيد على التجارب. لكن زوي بتكون شايفه اللي بيحصل وبتفضل تراقب ايموس من بعيد لحد ما بيوصل لمحطه القطر، لكن ايموس بياخد باله من وجودها وبيبدا يخدعها. وفي مذكرات اخوه ايموس بيلاقي علامه بتقول ان زوي لازم يبقى حذر منها، وايموس بيرجع ويقعد قصاد زوي وده بيخوفها اكتر. ولما بتشوف اتنين كبار في السن قاعدين على الناحيه التانيه بتروح وتقعد معاهم وبتشجعهم يلعبوا معاها علشان ايموس يفضل بعيد عنها. ولما الوقت اللعب بيخلص زوي بتحاول انها تهرب بسرعه، لكن الزوجين بيطلبوا يتصوروا معاها وايموس هو اللي بيساعدهم. وبعد كده ايموس بيطاردها لكنها بتنجح تختفي وتدخل واحده من اوض الموظفين وتستخبى فيها. وقبل ما يوصل لها موظف بيجي وبيطلب من ايموس يبعد عن المكان، وزوي بتراجع سجل الركاب وبتعرف ان في اوضه فاضيه طول الرحله، فبتجري عليها وبتستخبى فيها. المساعد بتاعها بيتصل بيها وبيبلغها عن الفيديوهات اللي لقاها، ولما زوي بتشوفها بتفهم كل حاجه. وتاني يوم ساره بتصحى وبتلاقي ان داوني خد العربيه ومشي لوحده علشان ما يعرضهاش للخطر. ومساعد الوزير بيتكلم مع حمزه وبيأمره يخلص على كل الموجودين على الجزيره، وبيسلموا كمان مسدس. وزوي بتصحى على انذار حريق بعد ما ايموس فعل النظام وكل الركاب بينزلوا، وايموس بيكون سرق عربيه ومعاه الزوجين اللي كانوا معاه في القطر. ولما بيوصل للعنوان بتاعه بيقتلهم جوه العربيه، وبعد كده بيتصل على الشرطه وبيبلغهم عن مقتل اتنين في العربيه، وبيدعي ان القاتله هي زوي وبيديهم اوصافها. وساره بتفضل تمشي في الغابه لحد ما بتوصل لمبنى مهجور وبتدخل تدور جواه، وبيبان على كاميرات المراقبه ان في حد اقتحم المكان اللي دانيا موجوده فيه. وفي الاخر بنعرف انه بيطلع الموظف من اللي شغالين هناك. لكن لما ساره بتدخل المبنى بتتفاجئ بزوي موجوده هناك، وزوي بتقترح انهم يدوروا على دانيا بسرعه جدا لانها لسه مهمه بالنسبه لهم ولازم ينقذوها. وزوي بتعرض على ساره لقطات الفيديو اللي معاها، وساعتها ساره بتفهم بالظبط ايه اللي حصل لداوني. وبعد كده ساره بتروح لواحده من الحانات علشان تحاول تجمع اي معلومات، لكن للاسف ما بتوصلش لحاجه مفيده. وهي هناك بتبص على خريطه الجزيره وبتلاحظ ان في جزء ناقص في الخريطه الحديثه، ولما بتسال عنه محدش بيكون عنده اي معلومه. وساره بتخرج من الحانه بسرعه وبتتكلم مع زوي وبتقول لها على كل اللي عرفته، وكمان بتحذرها ان الشرطه بتدور عليها لانها متهمه في جريمه قتل. وبعدها ساره بتلاقي صاحب مركب وبتطلب منه ينقلهم لمكان في الجزيره، وهو بيرفض في الاول بسبب صعوبه الجو، لكن ساره بتهجم عليه وبتحبسه في اوضه جوه المركب، وبعدها بيفكوا المركب وبيشغلوه. وفي الوقت ده ايموس بيكون وصل الجزيره قبلهم، وداوني كمان بيكون في الطريق للجزيره. وايموس لما بيشوف الحراس بيقتلهم واحد ورا التاني. ولما الممرضه بتشوفه على كاميرات المراقبه بتخاف جدا، فبتنقل دانيا لمكان تاني وبتحاول تحميها. لكن اللي بيدخل المكان في الاخر بيطلع داوني وبياخد الادويه اللي محتاجها من هناك، وبيلاقي مع دانيا الدبدوب
دبدوب اللعبة اللي معاها وبيفهم إنه من إيموس، فبيشك إنه جواه جهاز تتبع، وإيموس بيلاحظ إن اللعبة ثابتة في مكانها فبيتحرك على طول على العنوان ده. وفي نفس الوقت سارة بتطلع صاحب المركب من الأوضة علشان يساعدهم لأنهم مش عارفين يسوقوا المركب، وهو فعلا بيبدأ يساعدهم علشان يوصلوا للجزيرة الغامضة. وإيموس بيوصل المكان وبيلاقي الحراس مقتولين، وبيفهم إن داوني وصل قبله. وفي الآخر داوني بياخد البنت دانيا وبيخرجوا من المكان، وإيموس بيدخل وبيلاقيه فاضي، بس بيلاحظ إن الدبدوب لسه في مكانه. وفي نفس الوقت المحقق بيوصل له الملف اللي زوي كانت مجمعة فيه كل المعلومات، وبيبدأ يراجع كل أرقام التواصل لحد ما بيوصل لسكرتيرة وزير الدفاع. المحقق بيتصل بالوزيرة الجديدة، وهي بدورها بتكلم مساعدها وبتسأله عن موت الدكتور رايت، وبتقوله إن في شكوك كتير حوالين موته، لكنه بينكر تماما إنه يعرف أي حاجة عن الموضوع. ولما سارة وزوي بيوصلوا الجزيرة، صاحب المركب بيسيبهم وبيمشي، وداوني بيكون مستخبي مع الطفلة دانيا والممرضة في واحد من البيوت المهجورة على الجزيرة، لكنه بياخد باله إن سارة وزوي كمان وصلوا. ولما سارة بتقابل دانيا تاني، البنت بتديها الرسمة اللي كانت معاها من الأول وبتقول لها إنها هدية من الأطفال. وداوني بيبدأ يجهز نفسه علشان يواجه إيموس، لكن إيموس فجأة بيبدأ يضرب نار على البيوت اللي في المكان، ومن ضمنها البيت اللي هم مستخبيين فيه. والكل بيحاول يفضل ساكت ومحدش يطلع صوت علشان إيموس ما يعرفش مكانهم، لكن الممرضة بتحاول تحمي دانيا وبتاخد الرصاصة مكانها وبتتصاب. ساعتها سارة بتاخد البنت وداوني بيطلع لوحده علشان يواجه إيموس، وإيموس بيدخل البيت اللي فيه سارة وزوي الطفلة، وكان خلاص هيقتل أي حد يقابله، لكن داوني بيكون مخطط لحاجة تانية، وبيستدرج إيموس إنه يطلع من البيت ويركب واحدة من الموتوسيكلات اللي موجودة هناك. وداوني بيفضل يراقبه لحد ما يتحرك، وأول ما إيموس بيوصل لمسافة مناسبة داوني بيضرب عليه نار، بس الرصاصة ما بتقتلوش، وإيموس بيهجم عليه وبيصيبه في رجله، وبعدين بيدخل وراه وبيقول له إنه هينتقم لأخوه. وزوي بتشوف إن إيموس رجع لوحده وبتفهم إن داوني مات. ساعتها سارة بتستعد تهرب مع دانيا وبتسيب زوي وراها علشان تشتت انتباه إيموس، وسارة ودانيا بينطوا الاتنين في البحر، وبعدها بينجحوا يهربوا على المركب. لكن إيموس بيشوف زوي وبيفضل يضرب عليها نار، والمكان بيكون فيه ألغام، وواحد من الألغام دي بينفجر في زوي، والكل بيفتكر إنها ماتت. وإيموس كمان بيضرب نار على مركب سارة لكنها بتنجح وبتهرب. وفي نفس الوقت حمزة بيشوف مركب سارة، ولما بيبلغ مساعد الوزير بيأمره يخلص عليهم كلهم. وسارة بتوصل للشط وبتاخد الطفلة علشان تجيب لها لبس، وفجأة بتلاقي إن زوي وقائد المركب رجعوا مع بعض، وبتكتشف إن زوي لسه عايشة. وقائد المركب بيسلم زوي المسدس بتاعها وبيهربوا كلهم مع بعض، وبعدها بيلاقوا أتوبيس في المكان وبيقرروا يهربوا عن طريقه. وحمزة بيكون بيراقبهم وبيفكر في خطة تانية، والأتوبيس بيتحرك. وفي الوقت ده الملف بيوصل للوزيرة وبتشوف كل المعلومات اللي فيه، وبتروح لمساعد الوزير وبتسأله عن اللي موجود في الملف، فبيقول لها إنه كان بيحمي الوزيرة الجديدة علشان ما تتحاسبش أو تدخل المحكمة، وبتقول لها إنها ما كانتش تعرف أي حاجة، وبينصحها تسكت. وبيقول لها إن الخبر لسه ما انتشرش وإنه بعت ناس يخلصوا المهمة نهائيا. الوزيرة بتخرج وهي تايهة ومش عارفة تتصرف إزاي، وبيتضح إن حمزة هو اللي سايق الأتوبيس. ولما زوي بتحس إن الأتوبيس مش بيقف بتروح للسواق وبتتفاجئ إنه حمزة، وحمزة بيتوتر وبيدوس بنزين بسرعة لحد ما بيعمل بيهم حادثة، وبيحاولوا يهربوا منه لكنه بيهددهم بالسلاح اللي معاه وبيحبسهم في الكنيسة. وبعدها بيتصل بمساعد الوزير وبيسأله يعمل إيه، ولما مساعد الوزير بيأمره يقتلهم كلهم حمزة بيبقى متردد. وساعتها مساعد الوزير بيقول له إنه هيبعت له دعم، ومساعد الوزير بيتصل بإيموس وبيطلب منه يروح لحمزة ويقتله ويقتل أي حد هناك. وحمزة بيفضل مستني الدعم، وفجأة بيلاقي قنبلة بتترمي عليهم والمكان كله بينفجر. وزوي بتحاول تهرب مع باقي المجموعة، لكن في اللحظة الأخيرة بتجيلهم فكرة إنهم يستخبوا تحت الأرض، وفعلا بينزلوا محدش فيهم بياخد باله لا إيموس ولا حمزة، وبيطلعوا دانيا الأول علشان تبقى في أمان، وزوي بتكون آخر واحدة. وأول ما دانيا بتطلع حمزة بياخد باله منها، وفي نفس اللحظة بيبعت إيموس ناحية زوي وبيمسكها، وسارة بتطلع وراهم ومعاها دانيا وبسرعة بتمسك السلاح بتاعها. وزوي في الوقت ده بتواجه إيموس لوحدها، وحمزة بيجري ورا دانيا، لكن سارة بتلحقها في آخر لحظة وبتنقذها. وحمزة بيحاول يكلم سارة ويقنعها وبيقولها إنه ممكن ينقذ الموقف كله لو سلمت البنت، وإن الموضوع هيكبر قوي لو هي قتلته، وبيرمي السلاح من إيده علشان يطمنها. وفي نفس الوقت إيموس بيكون خلاص على وشك يقتل
تقتل زوي، لكنها بتجمع آخر قوتها وبتقدر تضربه في عينه، وإيموس بيقع على الأرض وبيموت في مكانه. وسارة بترجع تركز مع حمزة، لكن حمزة بيحاول يخدعها ويقرب منها وهو ناوي يقتلها، وفجأة رصاصة بتيجي من الناحية التانية وبتضربه في إيده وبتدمرها. وسارة بتسيبه وهو بينزف وبتمشي من غير ما تكمل عليه. وبعدها بتلاقي دانيا وبيخرجوا التلاتة من المكان سوا، وزوي بتتصل بالمساعد بتاعها وبتطلب منه ينشر كل المعلومات والفيديوهات اللي بتدين وزارة الدفاع. والأخبار بتنتشر بسرعة كبيرة جدا، وكل الاتهام بيتوجه لوزير الدفاع. والوزيرة بتحاول تتخلص من الملفات اللي معاها، لكن مساعد الوزير بيقول لها ان الموظفين يقدروا يجمعوا الأوراق تاني حتى لو اتحرقت. وفي الآخر مساعد وزير الدفاع بيستقيل وبيروح يشتغل مع واحدة من شركات السلاح، وبيمضي عقد مع مستثمرين من القطاع الخاص. وزيرة الدفاع بتتحمل اللوم كله، وبيتقال انها السبب في التجارب الكيميائية اللي اتعملت على الجنود، ومش بتقدر تبرأ نفسها قدام الرأي العام. وسارة وزوي بيوصلوا لمحطة القطر، وهناك بيوصل لهم خبر استقالة وزيرة الدفاع. بعدها بتيجي أخت داوني علشان تاخد دانيا، وسارة وزوي بيودعوها، وكل واحدة فيهم بتمشي في طريقها بعد كل اللي حصل. ولهنا بيخلص المسلسل. وما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك للقناة علشان يوصلك كل جديد، وتسيب رأيك في الكومنتات. وبس كده، اشوفك في الفيديو اللي جاي. سلام.